يا اختي ربنا يكملها على خير يا رب. ايه فاطمه ما لينتيش راس غاده؟ الين راسها ازاي هلا؟ يا اختي قولي لها ابني ماله يا حبيبتي. هي لسه ما وافقتش؟ لا ليه يا اختي انت مش قادره تحكمي على بنتك يا فاطمه؟ مش حكايه اللي انا مش قادره احكم، بس ما انت عارفه الظروف اللي احنا فيها والحاجات الكتيره اللي مرينا بيها بسبب جواز القرايب. خلاص لما تيجي النهارده نكلمها. يا اختي كل واحد بياخد نصيبه يا عالم. يعني نرموا نفسنا في التهلكه ونقولوا يا عالم؟ يعني ايه يا فاطمه هتسيبي حالك ومالك يروح للغريب؟ طب هعمل مش يا اختي يبقى زيتنا كده في دقيقنا كده عشان ما حدش ياخد حاجه العيال ولا ورثهم؟ نكلموها. طب يا لما تيجي بقى النهارده كلنا نكلمها. نكلموها حبيبتي. اقرصي عليها شويه قرصه ودن من بتوعك يا فاطمه. والله انا تعبت معاها، انتوا بقى اتصرفوا معاها شوفوا لكم حل احنا معاها. بقى نكلمها لما تيجي النهارده. خلاص اما تيجي زمانها جايه. استنى شكلها جايه. جم السلام عليكم. عليكم السلام. يا خالته عامله ازيك يا غالي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ ازيك يا زوزو؟ عامله ايه يا زوزو؟ اخبارك الحمد ايه؟ لله يا حبيبتي، انت عامله ايه عاملين ايه؟ الحمد لله. ايه ماما عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ ايه يا منورة يا غاده؟ خالته. بوجودك. ايه يا غاده؟ ايه يا خالته؟ ما قربتيش يا بنتي تلاقيني مخك بقى على ايه يا خالته؟ على ابني يا حبيبتي. انتوا لسه للمره العشرة بطلبها اهو منك يا غاده، مش عايزاكي انتوا لسه تروحي يا خالته بره. بتتكلموا في نفس الموضوع؟ لسه. لا انا ايه يا غاده؟ وفيها ايه يا غاده؟ فيها ايه يا رشا؟ انت عاجبك رمي؟ يعني انت عاجبك رمية بنتك اللي جوه ديت؟ ولا بتتكلم ولا ومحطوطه وربنا وادي اخرة جواز القرايب، وانت يا خالتي مش عاجبك ابنك التاني؟ ما تسيبيها على الله. ليه لا. ولا سيبيها على الله. لا. كل واحد بياخد اللي كله ربنا كاتبه له. بايد ربنا. احنا ما تدخلناش في علم الله. يا عالم كده لما تتجوزي ابني تخلفي ولد زي صح الفل. يا غاده، يمكن تجيبي عيال كويس. يمكن لا. دخلتي في وليه علم ربنا. بترمي البلا قبل وقوعه يا غاده؟ عشان يا ماما دي جينات يا ماما. فكري يا غاده. ماشي يا جماعه، انا قلت لا. انا يا خالته قلت للمره العشره وانا قلت لا. هو انت كل شويه لا 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 اما تلقك قدام امك اهو؟ انت في ايه يا بنت؟ محدش مالي عينك ولا ايه؟ وانا مين لما اما اجيب ابني ويكون مثلا يطلع فيه حاجه لا قدر الله، مين هيشيل همه غيري؟ سيبيها على الله يا غاده. انتوا هتيجوا تشيلوه معايا؟ يا بنتي سيبيها على الله. انتوا قادرين تشيلوا الاثنين اللي عندكم بسبب جواز القرايب؟ انت مالك؟ انت بتتدخلي في. بقول لك ايه، انا هحل لك الموضوع ده. قولي يا زوزة. اوعي يا بنت ترجعي لورا كده يا بنت يا هي رش. مش عايزه العريس؟ اه عايزه ابنك؟ انا هتجوزه. شايفه؟ هتحطي نفسك أصيلة. في الموضوع دوت يا الله زوزو؟ ينور مش عليكي يا احسن ما زوزو. اجيب حد غريب ياخد ورثنا؟ هو انتوا كل اللي امامكم الورث ومش همك ان انت لا قدر الله لو جبتي ولد في حاجه بسبب الجواز الارض؟ احنا الجيل الرابع يا زوزو. يا بنتي بقول لك يا غاده، ولا تقولي لي جيل رابع ولا جيل خامس. خلاص انت مش عايزاه، اختك موافقه. انا موافقه. يلا يا بنت يا فوزيه. خلاص يا خالته هيقعدني من الشغل؟ يا اختي هيقعدك وانت عارفه الخير عندنا كتير. اسال امك. خلاص انا موافقه. الله ينور يا انت خالته. ناقصك ايه؟ ما انت كمان عندك خير. ناقصك ايه يا بنتي؟ يا انت مالك؟ هو انت ولا منك ولا كفايه شرك؟ غدا حبيبتي انت متعلمه بتاعه المدارس واحنا كلنا خليك انت بتاعت خليكي انت المدارس اه. وسيبي اختك بقى تشوف نصيبها. خليكي يا اختي انت في علامك يا حبيبتي، وفي السفر اللي بتسافريه في امريكا والكلام انت يا اختي واحده متعلمه مالكيش دعوه. زوزو حبيبتي هتبقى مرات ابني، مرات الغالي. يا خالته بقى اخويا. خلاص ارتاحي بقى يا غاده. وهترتاحي من الشغل اللي زوزو واللي انت. بصي هجيب لك شبكه ب 150,000. ما شاء الله. امك وخالتك وبنت خالتك. مالكيش لا، ما دعوه، تعايرنا يا غادة. مالكيش فيه انت. امال ايه يا انا غاده؟ بقول لكم تخلي بالكم تتعظوا. انا مش بعايركم، هعايركم ليه؟ عايش. ما انا ده اخويا وده ابن خالتي وابنك دوت يعتبر ابن اختي. يا غاده كله يا بنتي بتاع ربنا. بصي بيبقوا يا كويسين يا عالم. فاطمه وسلام وبيجيبوا العيال كده. يبقى ما تحطيش بقى كل حاجه عند انت ربنا. ضامنه لو اتجوزتي واحد غريب هتجيبي عيل كويس ولا لا؟ لا مش ضامنه، بس ده الخطوره اكبر. وانت لما رحتي حللتي قبل الجواز قالوا لك لا وانت قاوحتي. انا عندي واحده صاحبتي حصل معاها متجوزه واحد ومش قريبها ولا حاجه، وبرضه جايبه عيل كده. اهو بقى انتوا بنتي دي ما بتكدبش ولا بتغلط. القلم يغلط بنتي لا. ايوه يا خالتي. ايوه خلاص. انت عرفت اهو. خلاص ارتاحي بقى انت. جدع انت عليك يا خايفه على الورث. خليك انا خايفه على الورث. الله يبارك فيكي يا اختي مبروك يا اختي ربنا يكملها على خير يا رب. مبروك يا ربنا زوزة يا يكملها على خير حبيبتي. يا زوزو. اشوفك متهنيه يا حبيبتي في بيتك يا رب مع يا النخ. خالتي، يا رب يا رب.
خليها التانية، خليها كده ماشيه خليها هي بدماغها، قاعدة دي بقى. موديها في داهيه اللي اسمها غاده، تفضل قاعده عاينس كده في رقبتك يا فاطمه. هي حرة بقى يا هيلة. يلا كل واحد يعني له خالتك نصيب. بتحب حد؟ لا لا لا، هي ما بتفكرش في الكلام ده. والله بصوا انا دماغي يا جماعه عماله تروح وتيجي، فسيبوها هي حره، وزوزو هي هتشوف نصيبها بقى. كل واحد بياخد نصيبه كل بقى. واحد بياخد نصيبه. الحمد لله. طيب يا اختي احنا الحمد لله. نستأذنه بقى، عايزه ماشي. حاجه؟ عايزاكي يلا يا طيبه. أختي. ربنا سلام يا يكمل حبيبتي. على خير يا رب، مع يتممها السلامه على خير يا حبيبتي. سلامه يا زوز يا مرات ابني يا مع السلامة. هاتي بوس. مع السلامه يا حبيبتي. ربنا يكمل فرحتنا على الغالي خير يا يا أختي. رب. مع السلامه يا اخيرا لقيت حد يرضى بك يا فقري. ربنا يكمل فرحتنا على خير يا رب. كلي موز يا غاد. ماشي يا ماما. كلي يا حبيبتي. مين يا رب؟ شوفي مين يا حبيبتي. ايوه السلام عليكم. زوزو تعالي. عامله ايه يا غاده؟ دخلي البيت. زوزو تعالي. هتدخل دخلوها جوه يا غاده، دخليها ساعديها بقى، انا تعبت. تعالي يا حبيبتي. مالك يا عاملة إيه يا زوزو؟ ماما؟ تعبتي من ايه يا حبيبتي؟ تعبت يا ماما من المسؤوليه دي. في ايه؟ البت تعبانه طول الوقت، انا لسه جايه بيها من الجلسه. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت لك ما سمعتيش كلامي. تعبت يا غاده والله، كان عندك حق. لا واختك كمان عايزاني اخلف تاني. تاني؟ اه اشربي يا ماما اشربي. لا بقول لك حول يا الله يا ماما رب. الجوازه دي خلاص ما تلزمنيش. انا مش طب هجيب وبعدين عيال يا تاني زوزو؟ اظلمهم معايا. هي بصي بنتك راحت حول منظرها الله يا عامله رب. ازاي بعد ما كانت فله قاعده، كان ناقصك ايه؟ ولا ناقصك فلوس ولا ناقصك اكل ولا شرب؟ ليه عملتوا كده؟ لا حول وانا ولا قلت لكم انا قلت لا جوازه حول ولا تريحني يا غدا من قوة الشغل إلا بالله. والطلوع والنزول. زوزو انت احنا كنا بنشتغل عشان كياننا، مش عشان ان احنا محتاجين فلوس. ما انا قلت بقى يا غدا يعني اتجوز وخلاص. انت كل همك الجواز وبس، اديك اتجوزتي وانا قلت لكم بلاش جواز قرايب، بلاش جواز قرايب في حالتنا احنا دي كمان، ان صح. احنا مجربين. انت كان عندك حق، وانا ماما مش هجيب عيال تاني اظلمهم معايا. كلمي اختك في كده، لا عاجبهم حول عاجبهم مش ولا عاجبهم قوة مش إلا يبقى لسه بالله. متكلمين في الموضوع ده من كام شهر يا زوزو وانت قلت له لا؟ لا كلموا فيه تاني. لا ماما طب هتجيبي عيال وبعدين تاني ايه تحتاج فيهم؟ الحل يا ولاد دلوقتي؟ لا الحل يا يوافقوا ان انا ما اخلفش تاني، يا اما كل واحد يروح لحاله. ايوه مفيش حل تاني. انا عن نفسي مش هجيب لهم عيال تاني، اجيب عيال تاني اظلمهم معايا. هنقول استغفر تاني الله النصيب، العظيم، كل حاجه نصيب، استغفر الله وكل حاجة بإيد العظيم. ربنا، بس يا عالم ما هو النصيب دوت في علم الغيب. لا يا غدا خلاص انا اتعلمت. بصي منظرها وبصي حسيتها بالبيت وهو ما بيشيلش مسؤوليه. والبت يعني ملهاش ذنب برضه. حرام نجيب عيال كده ملهاش معلش ذنب. يا بنتي، ربنا يعينك عليها، ربنا يعينك عليها. مش عارفه اقول لك ايه، انا مش عارفه بصراحه اقول ايه. يعني عايزه اقول لكم انا غلطت، يعني انا غلطت في حقك يا زوزو. لا يا ماما، ما انا كمان غلطانه اني وافقت. هي غدا الوحيده اللي كان عندها حق. انا قلت لكم يا جماعه، قلت لكم بلاش جواز قرايب في حالتنا دي بالذات، ان احنا انت يا ماما متجوزه جواز قرايب واختك متجوزه جواز قرايب. بصوا انا قلت لكم انتوا ما سمعتوش كلامي. كان عندك حق يا بنتي. يعني انا خفتوا على ظلمتكم؟ الفلوس، خفتوا على فلوسك انت واختك يا ماما تروح بره لحد غريب، وما خفتوش على اللي هيحصل بعد كده وعلى بهدله بنتك وعلى اطفال بتطلع ملهاش ذنب، ملهاش ذنب. معلش حقك عليا يا زوزو. لا يا ماما انت مالكيش ودي ذنب. غلطة. بنصحها لكل أم ما تشجعش ولادها على الغلط. لازم يروحوا يحللوا، لازم يبقى عندنا وعي ثقافي علشان ما نرموش أولادنا في التهلكة.